الإعلان على المسألة ديال العتبة ما يعرف بالنسبة لكليات الطب والمدارس العليا، لأنه هذا هو السؤال اللي كيطرحه جميع الآباء الآن. ولنؤكد أنه فيما يخص كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقتراح من شبكة عمداء عامدات هذه المؤسسات، فقد تم تحديد عتبة الولوج أو عتبة انتقاء لاجتياز المباراة برسم الدخول الجامعي 2025-2026 في نقطة 12/20 كمعدل محتسب. بمعنى خويا ولا اختي، الى عندك ما بين الجهوي والوطني 12/20 والفوق، فراه عندك الحق على انه تسجل بالنسبه للكونكور ديال الميديسين ودوز الكونكور ديال الميديسين. كيفاش هاد الجهوي وطني خويا اسامه؟ كتاخذ 75% من النقطه ديال الوطني زائد 25% من النقطه ديال الجهوي. كيفاش غتحسبوها؟ طريقه بسيطه بزاف، 0.25 كضربها في النقطه ديال الجهوي زائد 0.75 كضربها في النقطه ديال الوطني كيتعطيك داك المعدل. دونك رسميا المذكره خرجت بالنسبه يعني الكليه الطب والصيدله وطب الاسنان. التسجيل ان شاء الله غيبدا ابتداء نهار الجمعه. غالبا السيت ما غاديش يختم الجمعه لان القضيه كطرا كل عام بحكم ان السيت كيكون يلا كيتقاد، كيكون عليه واحد الضغط الى اخره. دونك ما تخلعوش الى غدا بغيتو تسجلوا ولا مورا 12 ديال الليل اليوم الخميس وما خدمناش لكم السيت شي حاجه اللي هي عاديه. هذا الفيديو هذا الحوايج اللي غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله، نعطيكم فكره على الكونكور ديال الميديسين بالنسبه لهذا العام هذا، الشروط اللي هما طالبين بالنسبه للمده. دونك راه ما تبدلاتش. طب الصيدله طب الاسنان 6 سنين ديال القرايه للاسف ماشي 7. بالنسبه لعدد المقاعد هنا غنلقاو الكليات زائد كل كليه والتخصص المقاعد اللي كاينه هذا العام هذا. اهم حاجه اللي هو شكون اللي عنده الحق على انه يدفع. الا عندك باك 2024 الباك ديال السنه اللي قبل باك 2025 فراه تقدر على انه تدفع بالنسبه للكونكور ديال الميديسين كيف ما كتشوفوا معايا دابا هنايا. الاجراء ديال التسجيل غير يكون عن طريق البوابه الوطنيه ديال التوجيه اللي هي coursesu.gov.ma اللي ان شاء الله هي فيها نيت غتكون الانسكريبسيون ديال لانسام وهادشي غادي نشرحوه بالنسبه للمذكرات الوزاريه ديال هاد المدارس هادو. دونك هاد الفيديو خاص بالميديسين فقط. التسجيل كي قلت لكم يكون ما بين الجمعه 20 يونيو ويتقاضى حتى النهار 10 يوليوز، يعني تقريبا كاينه 20 يوم ديال التسجيل، واحد المده اللي هي كافيه. غير هو ردوا البال الترتيب اللي غديروا، ردوا البال المعلومات اللي نتوما غادي تعمروا. هاد المساله راه مهمه بزاف، ما تغفلوش ما تزربوش. من الاحسن النهار الاول الثاني ما كاين لاش تسجل، صبر خليه حتى تشوف السيت ولا خدام مزيان عاد توكل على الله. يعني السيت راه كيدخلوا ليه المغرب كامل كيدخل ليه. دونك بالنسبه للاعلان على نتائج الاصدقاء نهار الخميس 17 يوليو شهر 7 غيعلنوا النتائج الانتقاء التمهيدي. دونك الى عندك قلت لك فوق 12 ان شاء الله غتكون فوكا باش دوز كونكور. الاختبار الكتابي غادي يكون مورا يومين، يعني نهار 19 يوليو 2025. بمعنى سيروا تبريباريو بالنسبه للكونكور ديال الميديسين. راه كيدوزوا عدد كبير ديال الناس وكيكون واحد التنافس اللي هو كبير بزاف. راه اللي مبريباري مزيان وعارف اش كيتسناه وعنده لي زاسيوس ديال الخدمه راه هو اللي كينجح، سواء من العام الاول سواء ما جاوبش الله عنده العام الثاني. وبالنسبه للاصدقاء الاعلان على الناس اللي غيتقبل في الكونكور ديال الميديسين فراه غيكون اقصى 22 يوليو، يعني اقصى اجل باش يعلنوا هو 22 يوليو 2025. ونتمنوا للناس اللي الحلم ديالو انه يكون طبيب الله يوفقكم يا ربي، ودعوا مع بغياتكم في لي كومونتير الله يوفقكم يا ربي. بالنسبه للتسجيل النهائي دونك بعد ما كتقبل فراه ابتداء غيبدا التسجيل من 28 يوليو، ولكن كنهضر على ليست برينسيبال. علاش ليست برينسيبال اخويا اسامه؟ لان الاغلبيه ديال الناس اللي كيتقبلوا في الميديسين فراه كيتقبلوا من لي ليست داتون. هذه ليست داتون كيقدروا يبقاو حتى شهر 12 شهر واحد كيف ما طرا بالنسبه للعام اللي فات. والطلبه ديال باك 2024 غيكونوا عارفين هذه المساله هذه. وديجا رميت واحد الفيديو دويت على هذه القضيه. هذا الفيديو نصحك تفرج فيه، ضروري تدخل تفرج فيه. دابا الاصدقاء ندوزوا بالنسبه للمواد اللي كاينين في الكونكور. فراه بالنسبه للكونكور ديال الميديسين المده ديالو هي ساعتين. كاين اس في تي، كاين الفيزيك، كاين الشيمي، كاين المات. المعامل ديال كل ماده هو واحد. غير خصكم تعرفوا راه الا جبتي مثلا في الفيزيك الله يحفظكم 2/20 وجبتي في المواد الاخرين 20 فراه كتقصى. يعني راه ما خصكش تجيب شي درجه اقل من 23 في اي ماده من هذه المواد ب4. نتمنى القضيه تكون واضحه. بالنسبه للمدارس اللي نتوما غتدفعوا لهم فراه اوتوماتيكمون على حساب الجهه ديالك غيطلعوا لك كليه الطب والصيدله وطب الاسنان اللي تقدر على انك تدفع لهم. يعني مثلا واحد في الرباط
راه ما يقدرش يتفاعل ديال فاس، باستثناء الا ما كانش داك التخصص مثلا طب الاسنان ما كاينش في الرباط. هذا غير مثال وصافي. هنايا راه غتلقاو كل كليه في كل مدينه شنو هما الروافد، يعني الجهات اللي عندهم الحق يختاروها، وهذا الشيء راه كيطلع لكم اوتوماتيكمون على حساب المسار ديالكم. يعني ما تحمقش راسك بهذه المساله هذه. هذا الشيء اللي كاين على الاصدقاء. نتمنى هذا الشرح هذا يكون واضح. تسناو الفيديو ديال طريقه التسجيل، والا كنتي مهتم وبغيتي نبارطاجي معك هذا الفيديو هذا كيفاش تقدر تسجل بلي ديتاي في الميديسين بالنسبه لهذا العام، خلي ليا واحد لايك باش تعاون هذا الفيديو هذا انه يوصل لواحد العدد كبير ديال الناس، واشترك في القناه لمصلحتك باش توصل باي جديد. هذا ما كان.